يا صباح الخير ومساء الجمال على كل المستمعين في كل مكان. أهلا بيكم في بودكاست جديد من اسمعني. معاكم أسماء رحيم. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن ازاي الإنسان يقيم نفسه وازاي يعرف ايه الحاجات المهمة في حياته عشان يقدر يبدأ من جديد، لأن احنا دايما لما بنعرف القديم بنعرف نبني عليه حاجات كتير. من أكتر الحاجات المفيدة اللي في ناس كتيرة جدا بتعملها هي إنه بيبص على السنة اللي فاتت وحاجة من الاتنين، إما يكون مبسوط إنه عمل حاجات كتيرة كان عايز يعملها في أول السنة لما بيبص كده على قائمة أهدافه، أو بيزعل على السنة اللي فاتت دي وإنه هو ما حققش كل حاجة كان عايز يحققها، إما ولا حاجة أو حاجات بسيطة. في الحالتين هي مش المفروض توقف الإنسان على إنه يكمل في السنة الجديدة. كلنا بنحب البدايات وكلنا بنحب دايما طاقة الحاجة الجديدة، وعشان كده السنة الجديدة لما بتهل علينا كلنا بنكون متحمسين قوي نمسك ورقة وقلم ونكتب قائمة الأهداف. بس واحنا بنكتب قائمة الأهداف واللي بيخلينا ما نحققش منها حاجة في خلال الأيام السنوية، أو حتى نبدأ بحماس وبعد كده حماسنا يقل لحد ما يختفي، هي فكرة إننا بنحط أهداف مش واقعية. بمعنى إما بحط أهداف كتيرة قوي 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 وأنا مش حاطة خطة إزاي ده هيتحقق في الوقت ده، أو إن أنا بحط حاجات أنا عارف أو أنا عارفة إنه ما عنديش الأساسيات المبدئية اللي تخليني أكمل أو أقرب من الهدف ده. فالحل في النقطة دي هي إن الإنسان يعمل الأهداف بتاعته بشكل منظم، اللي هي بيسموها SMART goals. بيستخدموها كده في المجال العملي عموما في الشركات وفي البنوك وفي الحاجات دي كلها، ولكن إحنا محتاجين كمان نطبقها على حياتنا الشخصية. لما الإنسان يجي يحط أهداف لازم تكون SMART. طبعا كلمة SMART في الطبيعي معناها ذكي، ولكن إحنا مش هناخدها بالمعنى ده، هناخد كل حرف لوحده. SMART كل حرف منهم بيدل على معنى مهم جدا لازم يتوفر فيه الهدف بتاعي. أول حاجة الأس specific، يعني لازم يكون الهدف محدد. الأم measurable قابل للقياس. لازم يكون smart achievable يعني قابل للتحقيق. أما الR realistic يعني ملائم أو ذو صلة بالواقع. خامس حاجة والأخيرة اللي هي الT time bound يعني مرتبط بوقت أو محدد بوقت. باختصار سريعا كده SMART يعني لازم يكون الهدف بتاعي محدد، أنا عارف عايز أوصل لإيه أو عايز إيه بالظبط من الموضوع ده وعايزه ليه. قابل للقياس إن أنا أقدر في وقت معين مثلا أحقق 1 2 3، أو قابل للتقسيم إن أنا أقسمه في الوقت الفلاني. لازم يكون قابل للتحقق يعني مش شيء خيالي، يعني إن أنا مثلا أطير في الهواء مثلا من غير ما أعرف أنا هطير إزاي، أو أخطط الخطوات الأولانية عشان أعرف أطير. لازم يكون ملائم أو ذو صلة، لازم يكون قريب من هدفي في الحياة، لازم أكون أنا عارف أنا عايز أوصل لإيه وده هيفيدني في إيه في حياتي من كل جوانبها. والحاجة الأخيرة لازم يكون مرتبط بوقت، يعني محدد أنا هعمل الخطوات دي في الوقت الفلاني عشان في الوقت اللي بعده هكون حققت أول خطوة في سبيل هدفي، وبعد ما أحقق أول خطوة هخش على الخطوات التانية عشان في الوقت اللي بعده ده هكون حققت تاني خطوة. فبالتالي أنا ببقى عارف أنا ماشي بخطوات ثابتة للهدف بتاعي. فالهدف بتاعي لازم يكون سمارت عشان أقدر أحققه. ومثال بسيط عايزة أضربه على نفسي، أنا هدفي السنة دي اللي هي 2023 اللي فاتت دي كان عندي هدف مهم جدا من ضمن أهداف كتيرة تانية، الحمد لله حققت جزء كبير منها. بس الهدف الأساسي واللي مفرحني جدا جدا لحد دلوقتي هي إني أبدأ دراسة مجال شغفي منذ الصغر، وهو مجال علم النفس كستيب 1 لطريق الإرشاد النفسي إن شاء الله واللايف كوتشنج، بس عن دراسة مش مجرد هواية. فكان هدفي ده أنا عايزة أحققه من كذا سنة فاتت، بس ما كنتش عارفة أحققه إزاي. أول لما لقيت نفسي بسأل عن الخطوات بعرف كذا أوبشن قدامي، أبدأ في عين شمس، أبدأ في القاهرة، طب أبدأ في كورسات، أبدأ أونلاين، أبدأ إزاي بالظبط. سألت ناس قبلي أخدت الخطوة دي، طب أنتوا عملتوا إيه؟ لو أنا قدمت في الحاجة الفلانية أفضل أو الحاجة الفلانية أفضل، طب الحاجة الفلانية دي هتاخد مني وقت قد إيه عشان أوصل؟ فعرفت تفاصيل كتيرة جدا، ومن بعد سؤالي وبحثي ورا الموضوع عرفت الطريق الحمد لله اللي أنا أقدر من خلاله أشوف بعد المدة الفلانية دي وبعد الوقت والجهد اللي هحطه في الحتة دي أنا هوصل لفين في الآخر. فبالتالي أنا بالنسبة لي
الهدف بتاعي بقى واضح، بقى محدد بوقت، لان انا المفروض ان انا هقدم مثلا في الكليه في شهر معين، الدراسه هتنتهي مثلا في الشهر الفلاني، فبالتالي انا كده هبقى خلصت اول سنه عشان اخش على السنه اللي بعدها. فانا بالنسبه لي بقى محدد بوقت، بقى قابل للقياس، بقيت من خلاله عارفه انا عايزه ايه، انا عايشه ليه. فبسطت قوي ان انا اخدت اول ستيب في طريق حلمي في اني اقدم في كليه الدراسات العليا للتربيه، عشان تبقى اول ستيب لدراسه علم النفس والارشاد النفسي، وهتخصص كمان في الموضوع ده. للعلم انا اصلا خريجه اداره اعمال في الاول، انا ما كنتش حابه اداره الاعمال قوي، او ما كانتش هي دي مصدر شغفي. فلما عرفت نفسي اكتر، لما حبيت نفسي اكتر، عرفت انا عايزه ايه، عرفت ايه اللي بيبسطني، ايه اللي اقدر اقدم فيه، ايه الملكه اللي ربنا حطها فيا عشان اقدر من خلالها اقوم بدوري في الارض. ومن هنا مشيت ورا حلمي وشغفي اللي من زمان جدا بفكر فيه في خطوات عمليه السنه دي. عشان كده مبسوطه جدا، وحبيت كمان انتوا تعملوا نفس الحاجه، تحددوا الهدف بتاعكم وتعرفوا الطرق اللي ممكن تمشوها عشان توصلوا للهدف الاساسي بتاعكم، ايا كان هو ايه، في اي مكان انتوا موجودين فيه. في الحلقه الجايه ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن جوانب حياتنا المختلفه اللي من خلالها نقدر نحقق التوازن في حياتنا بشكل كامل، لان النجاح لا يقتصر على جانب واحد في الحياه، لازم الانسان يكون عارف يؤدي دوره في كل مكان هو موجود فيه بشكل متوازن، ومن اهمهم طبعا علاقته بالله سبحانه وتعالى وعلاقته بنفسه. وزي ما اتفقنا الحلقه اللي فاتت، في اخر كل حلقه هيكون في تاسك. التاسك بتاع النهارده هي اننا هنمسك ورقه وقلم وهنحدد الحاجات اللي احنا حققناها السنه اللي فاتت، حتى لو كانت حاجه بسيطه قوي، ايا كان هدفك ايه، اكتب الحاجات البسيطه اللي انت عملتها السنه دي ومبسوط منها، واشكر نفسك عليها، امتن لنفسك والله انه وفقك ليها. وبعدين خد ورقه تانية واكتب فيها الاهداف اللي عايز تحققها السنه اللي جايه ان شاء الله، في سنه 2024. ولازم تكون الاهداف دي متحدده طبعا بسمارت جولز، بالكلام اللي احنا قلناه النهارده لازم يكون هدف سمارت. اول لما تعمل التاسك ده قول لي في كومنت، واستنوني ان شاء الله الحلقه الجايه. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وبشكركم جدا على حسن الاستماع. كنت معاكم اسماء رحيم، الى اللقاء.